السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل شيش طاووق. جبت علبة، حطيت فيها ربع كوباية زيت. في ناس بتعمله من الصدور وفي ناس بتعمله من الوراك المخلية. حطيت فيها بصل وتوم باودر وملح وبابريكا وزنجبيل والسبع بهارات وربع كوباية خل وعصرت ليمونة. النص كيلو صدور أو وراك بياخد كوباية زبادي. أنا هنا هحط كوبايتين زبادي عشان جايبة كيلو. عصرت ليمونة، حطيت كوبايتين زبادي، قلبتهم كويس. وبعد كده جبت الصدور وحطيتها فيهم، قلبتهم مع بعض وخليتهم شربوا كده من بعض من الخلطة. كل ما تحطيهم في التلاجة مدة أطول كل ما بتبقوا أحلى. جبت طبق وكنت محضرة فيه طماطماية متقطعة وبصلاية وفلفل حراق وفلفل رومي وفلفل أحمر. وجبت السياخ بتاعت الشيش وبليتها مية عشان ما تحرقش في الفرن، وحطيتهم في الأسياخ كده بالطريقة دي، وبقيت أسقيهم من بقية الخلطة عشان يبقوا مطراي. ودخلتهم استوى على درجة حرارة 180 حوالي ساعة إلا ربع، وطلعتهم طراي جدا ومستويين حلو. وهنا كنت بجرب سيخ عشان أشوف استوى ولا لأ. جبت رغيف شامي أو فينو وحطيت عليه سلطة طحينة بالخضار، طعمه في منتهى الجمال وطري جدا ومستوي. وكل ما بيقعد في التلاجة فترة طويلة كل ما بيبقى أحلى. هنا بوريك إن هو مستوي